مين ده اللي قال ان بعد المقاطعه ما عادش في ريزو ينفع ناكلها ولا نعرف نعملها؟ ومش هقول لك في 3000 فيديو عن النت تعلمك ازاي تعمل ريزو من الالف للياء، لكن هقول لك في 3 دقايق هتعرف اولها من اخرها من غير اسرار ولا حوارات. اول مره اعملها ظبط الظبط. طرطقلي ودانك وفنجل عينيك وتعلم من اخوك التركايه عشان تعملها بايديك. وعشان ننجزها نبدا باكتر حاجه بتاخد وقت في شرب تتبيلها. قطعتين بانيه كاملين نشيل منها القطعه الزياده ونعتبرها ستريبسايه، ونفرد الصدر ونبدا تقطيعه بسمك الستريبس، وبلاش تكون رفيعه عشان ما تبقاش ناشفه ومش مستفاد من طعم الفرخ. والقطعتين تكفي معاك باذن واحد احد 3 اشخاص وانت على المرتاح. وما ننساش السمك ده المطلوب وما تستكبرهاش. وفي اي بوله بغطا نبدا نجهز له التتبيله عشان يتركن، رشه ملح وفلفل اسود وتوم وبصل بودره وحبه شطه وزيهم بابريكا، وقلبهم واخلطهم كويس. لكن المهم ان هم يتركنوا في التتبيله اقل وقت معاك ساعتين، عشان وقت ما تحب تجهزهم هتحضر طبق فيه شويه دقيق ونركنه، وطبق تاني فيه شويه دقيق ونفس بهارات الستريبس اللي اتحط، شويه بابريكا وشطه وفلفل اسود وتوم وبصل بودره ورشه ملح خفيفه، ونخلطهم وننزل عليهم بشويه ميه ساقعه مش دافيه ولا فتره، شويه بشويه لحد ما نوصل لقوام الطحينه ونركن، وطبق تالت فيه شويه ميه ساقعه وحبه تلج. والحكايه دي عشان لما نجيب الستريبس ونبدا مرحله الكفر ننزلها في الخليط السائل ياخد طبقه ويترفع وينزل في الميه الساقعه اللي مهمتها انها تعمل تجميد سريع وانكماش لجلد الستريبس فيمسك في الطبقه اكتر. يا متعلمين يا بتوع المدارس. وعشان كده بعدها بنعفره في الدقيق الناشف عشان ياخد التعريجات اللي متعودين عليها في اي ستريبس. ولو الخليط خلص معاك اعمل حبه كمان بنفس الطريقه، لكن ما تبخلش في انك تهتم بكل قطعه ستريبس ناوي تعملها. الدنيا غاليه ومش عايزين هدر ولا عايزين حاجه تبوظ مننا، لكن من غير ما يدخل الفريزر او اي افتكاسه تانية هم مش عايزين غير شويه الزيت الموحوحين. لذلك اياك ثم اياك تنزل بيهم في زيت مش سخن هيشرب معاك عشان كده اي شيء بيتحمر في الزيت لازم يكون الزيت سخن، ومش هياخد مننا غير اقل من ربع ساعه وتلاقي الوشين بقوا مقرمشين واحسن من وشوش ناس كتير حوالينا. بالمناسبه ما قلتش بوناسيره ولا مساء الزبده على اللي متابعنا واللي صلى على الحبيب لاجل قلبه يطيب واللي دعا لامي وامواتنا بالرحمه. بالمناسبه قناه اليوتيوب الجديده مستنياكم وانتم مستقلين فيها، لينك القناه في التعليقات. يا ريت كل اللي كان معانا في القناه القديمه يروح للقناه الجديده، وكفايه اني بحاول ابدا هناك من جديد معذره. ونرجع لاكلتنا، ندخل في مرحله الرز الريزو اللي انا وبرغم ان عملت الاكله دي اكتر من مره لكن فعلا دي اول مره الاكله كلها تبارك الله تظبط معايا بالتمام. مبدئيا كده رز الريزو مصري مش بسمتي، لكن ده ما يمنعش انه ممكن يتعمل ببسمتي وسبق وعملتها قبل كده. والمقدار اللي هنحتاجه مش عايز مننا غير ان احنا نغسله كويس ويتصفى فقط لا غير. النقطه الاهم وهي البهارات المستخدمه، فلفل اسود وبابريكا وكاري، بصل بودره، توم بودره، زنجبيل، مكعب مرق الدجاج وملح. والمقدار زي ما انتم ما شايفين قدامكم بالظبط. نبدا التجهيز بحلتنا وشويه الزيت يسخن ننزل عليه بالبهارات كلها، نخلطهم ببعض كويس وننزل عليهم بالرز ونكمل تقليب ونتاكد ان كل البهارات اتوزعت في المظبوط. اهم حته اللي الكل بيخاف يقرب منها وهي ضبط مقدار الميه، وبالحب اقولها لك باختصار، شوف انا عملت ايه واعمل زيه. مهما كانت حجم الحله ومهما كانت الكميه كل اللي عليك تنزل بالميه المغليه لحد ما يدوب تغطيه مش اكتر. ودي معامله الرز المصري باختصار. وكانت امي الله يرحمها تقول لي بعد ما تصب الميه وقف المعلقه في نص الحله، ولو المعلقه وقعت وما فضلتش واقفه يبقى ايه؟ هسيب الناس الشاطره ترد في التعليقات ويترحموا على كل الاموال. وعلى نار فوق المتوسط والحله متغطيه لحد ما تلاقي الرز شرب كل الميه. تقلبتين حلوين ونهدي النار عليه ونغطيه يستوي 3/4 تسويه، ونقفل النار يكمل تسويته بالبخار زي ما بنعمل في الرز البسمتي بالظبط. وما توقعش بعد كل ده ما تبقاش عملت احلى رز ريزو هتاكلها من نفسك وبايدك. بيجي بقى السؤال الاهم واللي معظمنا بيجي في النهايه ويبوظ الاكله، زي اللي عمل طبق رز بلبن وحط على الوش شويه تراب، الا وهو ازاي نظبط احلى صوص ريزو تعملها من قلبك يا زيزو. كوبايه فيها كيس نضيف وننزل بنص الكوبايه كاتشب وربع الكوبايه مايونيز على معلقتين عسل على شويه هريسه حار وشويه هوت صوص، والاتنين دول اختياري لكن الاجباري نص ليمونه ورشه خفيفه من الملح وحبه توم وبصل بودره ورشه كمون وفلفل اسود، واخر حاجه حبه بابريكا مدخنه، واخلطهم كلهم في بعض خلطه محترمه. وبكده بقى معاك احلى واروق صوص حامض وحلو تحط على الريزو الحلو. وبالف هنا وشفا على كل اللي قرب وجرب وصلى على الحبيب ودعا لامي بالرحمه ولامواتنا كلهم بالتاكيد. اما الباقي فانت عارف اللي عليك واللي عليا هو مساء الزبده على الجميع.